انتوما سبابي في عذابي. انتوما اسبابي في عذابي. هنا لمن غادي نوجهوا هاد الهضره هادي؟ غادي نوجهوها للناس الكبار، الحاج والحاجه، وغادي نوجهوها للناس الصغار، لصاحب القناه المليونيه. نديروا التحيه وعاد نرجعوا للموضوع. السلام عليكم خوتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هاني نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا رب العالمين. رجعت معكم فيديو جديد وموضوع جديد، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونكون كما العاده خفيفه وظريفه على القليب ديالكم. انتوما اسبابي في عذابي. هنا غادي نهضروا على الناس الكبار ونهضروا شويه بعقلانيه، وما نبقاوش نهضروا غير بالعاطفه ونبقاو الحاجه والحاج خط احمر. خط احمر، وكنحترموهم على راسنا وعلى عينينا، ولكن الحق خصنا نقولوه وواجب علينا خصنا نقولوه. علاش غادي نبقاو نغطيو الشمس بالغربال؟ علاش غادي نبقاو نكذبوا على بعضنا؟ كما خلى هذاك قال له الحق حقه، ياك هذيك اللي كتقول له الحق حقه هي هذه. بعض الناس اللي كيعرفوها. ما علينا. نتوما الناس الكبار، كان دائما انسان ملي كيكون غلط كيقول لك توجهنا الناس الكبار. الناس الكبار كانوا حكمه، منهم كنا كنستافدوا. جدودنا كانوا حكمه. يقدر يقول لك واحد الهضره اللي غادي تبقى دائما راسخه في الدماغ ديالك. كانوا كيقولوا اخدام صغري الكبري، ياك، ودير بحق دوير الزمان، بعاد من صاحباك لا يطليك. كانوا بزاف ديال الاقوال، يعني اقوال كتيره وكتيره بزاف. بعد من دمك لا يطليك. مهم اقوال كتيره، يعني دائما كانوا هما الحكمه، هما اللي كنستافدوا منهم. اذا هاد الحاج والحاجه هما اللي خصنا نستافدوا منهم. هاد الحاج والحاجه هما اللي كخصهم ينصحوا ولادهم، هما اللي خصهم ينصحوا ولادهم ويجمعوا وليداتهم ويجمعوا الوسخ ديالهم بين العائله، ويوبخوا ديك الابن اللي بغى يدير الثراء الفاحش على الظهر ديال عباد الله. لا يعقل. بغيتي دير فلوسك ضرب تماره وشمر على دراعك، الله يعاونك، الله يسهل عليك. حتى شي واحد ما غادي يقول لك من اين لك هذا. ولكن باش تستحمر المتتبع وباش تنصب على الدراوش وتنصب على الجاليه وتدي لهم الاموال، يعني من الاحسان العمومي تجرتي بالدراوش، فهذا ماشي فلوسك، هادو ماشي فلوسك. وتستحمر المتتبع بالعناوين الكاذبه، يعني بكل شيء كاذب. من حقنا يعني حنايا نحاسبوك من اين لك هذا. علاش من اين نحاسبوك؟ من اين لك هذا؟ هذاك الدرويش اللي كتجيبو كتصور به، يعني اقدر نقول لك يعني كتطمعوا، فهمتي؟ كتطمعوا بالفلوس، لان الله يحسن العوان. الفقر راه صعيب. الله سبحانه وتعالى يعني قال لك كاد ان يكون الفقر كفرا. قبح الله الفقر. يعني الفقير راه تقدر تقول له يلا تشهد، يلا تقتل، اللي ما عندوش ضمير يلا دير، غادي نعطيك الفلوس، لان مسكين محتاج ديك اللقمه العيش باش يعيش، باغي غير باش يوكل ولادو، ما كيهموش الا عطيتو 10,000 درهم راه هو غادي يصور معاك الحاله ديالو والدار ديالو، كل شيء غادي يبينو، لان محتاج ديك لقمه العيش. بحال شي طائر يعني سديت عليه في واحد القفيص وجيعان، غادي تطول له يدك غادي يجي ياكل منه. سمعتي؟ صاحب القناه المليونيه عفوا. غادي نرجعوا دابا. انتم سبابي في عذابي، يعني هاد الناس اللي كانوا السبب في العذاب ديال محمد وراضيه، منهم الجدود اللي ضحاو بمحمد وراضيه وبالعم يزيد، ضحاو بهم، بغاو يخرجوهم من الدار، بغاو يسدوا عليهم البير، قطعوا عليهم الماء. المهم ما لقاوش كيفاش يديروا يسدوا عليهم الاكسجين، غير ما لقاوش كيفاش يديروا يوقفوا عليهم الاكسجين. هذه الحاجه ماشي في يدهم، في يد الله سبحانه وتعالى. الحاجه اللي في يدهم راه داروها، بغاو يخرجوهم من الدار، سدوا عليهم البير، النعمه ديال الله سبحانه وتعالى. كانوا ما لقاوش كيفاش يديروا شي غطا تما يحجوا عليهم الشتاء ما طيحش عليهم. مهم ماشي في يديهم هادشي هذا. نرجعوا لصاحب القناه المليونيه. صاحب القناه المليونيه اللي دائما كيبتزوا، كيهجم عليه، كيضرب له في الاعراض ديال الزوجه ديالو، ديال العائله ديالو، ديال محمد وديال راضيه، العائله ديالها، ديال الام ديالها. دونك هنا شنو كيبان لك؟ بان هذا السيد بغى يبقى مسيطر في اليوتيوب بوحدو، بغى يبقى بوحدو، يعني مصعصع في ديك المنطقه ديال بني حمد، ما يبان معاه حتى شي كوبل ويطلع،
لان الانظار تبقى عليه هو بوحدو. يعني هو الكل في الكل، وهاد الهضره دائما غادي نبقى نقولها. علاش؟ لانه هو يبان في الواجهه هما احسن كوبل، هما كوبل مشرف، خصنا نديروا لهم نكرموهم، نديروا لهم لان حيت هما في الواجهه الانظار كل عليهم. ما يمكنش يتفرق الانظار. شي غادي يشوف محمد وراديا، شي غادي يشوف عبدو وسلمى، غادي يشوف حنان وما عرف شنو، هذه لا. واخا كاينين قنوات وكاينين دي كوبل يعني الشماليين احسن من هاد القناه، ولكن الانسان ما يمكنش تحيد له من دماغه. بحال هذاك اللي قال له طارت معزه، ولا سيدي هذا راه احسن كوبل بالاغلاط ديالو، بالاجرام ديالو، بالجرائم اللي كيدير، كيبان لهم هو احسن. طارت ومعزه، راه ماشي غراب، راه معزه. دونك كيفاش غدير باش تقنع هاد الناس هادو؟ راه صعيب الحال. حنا كنشوفوا واحد مثلا باغي يدخل ولد خوه للحبس ظلما وعدوانا والاخ بلال، ومع ذلك كنمشيو معاه وكنجيو في الصف ديالو وكنقولوا بانه هو من احسن الناس ومن اطيب الناس. كنشوفوا هاد السيد كيفوح على الناس فهمتي، كيتكبر عليهم وبزاف د الحوايج، ومع ذلك غادي نقولوا هو من احسن الناس، من اطيب من اطيب خلق الله. اذا فين كاين المشكل؟ كاين المشكل في المتتبع، كاين المشكل في ذوي العقول الضعيفه اللي دغيا كيأثر فيها. يعني ذوي العقول الضعيفه دائما كنجيو مع الجهه الرابحه، لان عندك تسوى ما عندكش ما تسواش. عندك الفلوس وعندك الطوموبيل وعندك الفيلا وعندك وكتبان على الناس راك تسوى. انت درويش وانسان متواضع وكتبان واخا يكون عندك ولكن متواضع، راه ما عندكش، كتبانش عليك. خاصك تفوح على الناس، فهمتي، تفوح على الناس بالطوموبيلات، وتفوح على الناس بالفيلات وبالاكل يعني والشرب، بارطاجي معاهم شنو كتاكل وشنو كتشرب وشنو كيفاش عايش واللبسه ديالك والماركات، وسير باش الناس يعطيوك قيمه، هادشي اللي عايش هذا الانسان، هذا سبحان الله العقل الخاوي، العقل الفارغ، هادشي باش عايش. لان كيجبروا الله الناس كلها كتشرى بالفلوس، الضمائر ديال الناس كتشرى بالفلوس. راه كاين بعض الناس واخا تعطيهم مال الدنيا ما غاديش يبيعوا الضمير ديالهم، واخا غادي يشوفك مثلا انت يعني الرونج ومخرج ولادك من الرونج وجالس كتفوح عليهم، انا ما غتنغمنيش، ما غتحرك فيا ساكن، ما غتحركش فيا شعره واحده. علاش؟ لان الحمد لله كنشمو في يدينا وكنشبعوا، عشنا مع جدودنا مع والدينا راضيين بداكشي اللي قسمنا الله، وبخير وعلى خير والسعاده، وراضيين كل واحد كيفاش كتب له الله سبحانه وتعالى. لان اللي كيعيش في الخير كيبقى عايش في الخير حياته كامله، واللي كيكون عايش في ماشي الفقر. كنبقى غادي نقولها لكم دائما وسمحوا لي على هذه الكلمه، الفقر في العقل. اما الفقر هذاك راه عادي، كاين الناس اللي فقراء وعايشين السعاده وكيطمحوا دائما. الانسان كيطمح للاحسن. كنشوفوا دابا كما شفنا البارح في الفيديو الزوجه ديالو اللي خارجه العديس، ما العديس كيجيبوها ليه كيعطيوها ليه كتدق على راضيه. شكرا. واحد الاخت فكرتني بواحد المثل اللي كيقول لك علمني كيف اصطاد سمكه ولا تعطيني سمكه. علمني كيفاش نصطاد السمكه. نتوما دابا عندكم الفلوس وما كتعرفوش فين تستثمروهم، عندكم الفلوس وما كتعرفوا ما ديروا فيهم. للاسف الشديد كيبقى فيا الحال وكنشوف فلوسكم غادين في الخوا الخاوي. يعني فلوسكم مثلا غتجي تشري الرونج اخر ما كاين، وغتجي نبان على الناس ديال الدوار مساكين اللي يعني في حاله يعني يرثى لها. كاين بعض الناس بلا ما نكذبوا، هذا الواقع ما نهربوش منه اخوتي العزاز، وما يبقاش فينا الحال. لان الله سبحانه وتعالى هو الغني. غادي نمشي ندي بناتي المدينه ونقريهم ونستثمر فلوسي فيهم ونقريهم اللغات وندير لهم مستقبل. ما يبقاش بناتي حتى هما يتبعوا الحرفه ديال بوهم. تبعوا حرفه بوكم اللي يغلبوكم. خرج انت في اليوتيوب سعاي، تخرج بناتك حتى هما السعايه في اليوتيوب، وتخرجوا كلكم سعيان في اليوتيوب. تاجرتي بالدراوش وبالمآسي ديال الناس والإحسان العمومي، تخرج حتى ولادك حتى هما عاوتاني تاجروا بعباد الله.
لا، علم ولادك اللغات، قريهم على الله وعسى تنقدم من هذا العالم ديال السوشيال ميديا. هذا العالم ديال السوشيال ميديا حاليا فيه الفلوس، يعني بالخصوص القنوات اللي طالعه فيه الفلوس، والناس اللي كيعرفوا كيفاش يعني يمشيو القناه ديالهم، كيفاش يطلعوا القناه ديالهم، بحال هاد الناس هادو كيفاش كيعرفوا كيفاش يطلعوا القناه ديالهم يعني كيفاش يستعطفوا المتتبع، كيعرفوا يبكيو ويعرفوا يمثلوا ويعرفوا يستحمروا، عندهم خبره. طبعا غادي تعلم مثلا ولادك، ولكن علم اولادك اللغات وقري ولادك على الله وعسى يرحموك نهار اللي تمشي عند الله. فهمتي؟ اش غادي نقول لك؟ الله ينبهك للعيوب ديالك. راضيه ومحمد غادي نبقى نشوفهم هما الصراحه الكوب اللي يستحقوا، ماشي غير هما، راه كاينين قنوات انا كنقولها منهم سلمى وعبدو، منهم هذيك حنان ونسيت شنو سميتهم، يستحقوا التشجيع. ولكن الا درنا المقارنه بين محمد وراديا والقناه ديال صاحب القناه المليونيه، فمحمد وراديا يستحق التشجيع اكثر، لان واحد القناه اللي مبنيه على واحد الساس اللي زوين، عندها واحد لاباز صحيحه. تاني حاجه عندها ماضي زوين ماشي موسخه. وثالث حاجة هي محتوى جبلي بامتياز، يعني محتوى اللي الناس ديال الجالية والناس اللي في المدينة اللي صراحة يعني افتقدوا ديك التقاليد محتاجينها. انا عن نفسي محتاجه، لان ما كنمشيش للبلاد بزاف، مره في العام ولا هذه محتاجه نشوف ديك التقاليد ونشوف ديك الاجواء ونشوف الطبيعه، محتاجينها، لان حتى ديك الطبيعه وديك المناظر حتى هي سبحان الله كتريح النفس. الانسان راه كيمشي باش يرتاح نفسانيا يمشي عند البسيكياتر ويخسر فلوس ويدير جلسات غير باش يرتاح نفسانيا، لان الضغط ديال الوليدات والضغط ديال الخدمه راه ماشي سهل. اذا الانسان محتاج يرتاح نفسانيا، هذا هو اللي كاين. خوتي العزاز، هذا هو الموضوع ديالي ديال اليوم، وغادي نقول لراضيه محمد مبروك عليكم الدرع الذهبي، تستاهلوا الدرع. مبروك عليكم. شوف انا سبقت لهم بالدرع الذهبي لسلمى في عظام، مبروك عليكم الدرع الفضي والعقبه للذهبي والماسي. علاش لا؟ ما نكذبش عليكم، تستاهلوا، تستحقوا يعني الاحسن. الله يسهل عليكم، الله يفرحكم، الله يوفقكم يا ربي العالمين. تهلاو لي في راسكم اخوتي العزاز، ما تنسونيش كما العاده من اللي لايك والبارطاج فضلا وليس امرا باش نطلعوا هذه القناه لا عزاء للحاقدين. مع السلامه.